يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد. وصفتنا النهارده هي اكله جميله جدا هيحبها الكبار والصغيرين والاطفال، وهي رز مكسيكي مع فاهيتا الفراخ. وهنعمل جنبها صوص كده مكسيكي برضو بيتحط على الرز بيدي طعم روعه. الوان الفاهيتا كده جنب الرز شكلها بس لوحده يفتح النفس. الطعم كمان يا جماعه روعه. بجد يا جماعه لو جربتوا الوصفه دي هتدمنوها، هتعملوها كل يوم. ويلا معايا عشان نشوف الطريقه بالتفصيل. هنا أول حاجة بنجهز معانا كوباية ونص رز بسمتي منقوع ومغسول. بنقعه في المية حوالي نص ساعة، وبعد كده بنصفيه من ميته كويس جدا. ومعانا بصلاية مبشورة بشر ناعم. هنجهز بقى الحلة بتاعتنا على النار، وننزل بحوالي معلقتين زيت كبار. أول ما الزيت بيسخن بننزل بالبصلاية بتاعتنا ونشوحها كويس جدا كده لحد ما لونها يصفر شوية. هنا بقى بنجيب مكعب مرقة بنفركه كويس جدا وننزل بيه على البصلاية، وننزل بنص معلقة شطة وده اختياري لو بتحبوا الحاجة الحارة، ومعلقة صغيرة بصل باودر. ونبدأ بقى نشوحهم مع بعض كويس جدا. الوصفة دي أهم حاجة فيها البابريكا، بس للأسف وأنا شغالة في الوصفة لقيتها خلصانة عندي، فعادي كملت الوصفة عادي. لكن انتوا لو عندكم بابريكا يا ريت تحطوا معلقة صغيرة. أهو زي ما انتوا شايفين بحاول أتحايل على البرطمان ينزل أي حاجة، للأسف ما لقيتش خالص. هنا بقى الوصفة الأصلية للرز المكسيكي بيحطوا فيها طماطم. بيحطوا طماطم مضروبة كده، بس أنا عن نفسي حبيت أغير فيها وأخليها كاتشب. حاسة إن الكاتشب هيدي التيست وطعم أحلى بكتير، وهو فعلا خلاها في حتة تانية وخلى طعمها روعة. حطيت معلقة كاتشب كبيرة ومعاها معلقة صوص الباربيكيو. نبدأ بقى نشوح ونقلب المكونات كلها مع بعض كويس كده. تمام، هنبدأ بقى ننزل بالرز بتاعنا ونبدأ نشوحه كويس جدا كده لمدة دقيقة بس، بحيث كل المكونات تتجانس كويس جدا مع الرز. بصوا بقى، هو معروف ان الرز البسمتي بيتحط له ميه اكتر من الرز المصري العادي، لكن انا هنا نقعت الرز البسمتي بتاعي قبل ما استخدمه لمده نص ساعه، فهو شرب كميه ميه كتير، فبالتالي هتعامل معاه زي الرز المصري عادي. هنا حطيت كوبايه ونص رز، فبالتالي هحط كوبايه ونص ميه بحيث الميه تغطي الرز بحاجه بسيطه جدا. وهنحط عليه معلقه ملح صغيره ونقلبه كويس، واول ما يشرب ميته نوطي عليه. وعقبال ما يستوي معانا هنبدا نجهز الصوص بتاعنا. هنا هنعمل بقى الصوص بتاعنا. اول حاجه هنستخدم الكاتشب، هنحط شويه منه عندنا في الطبق، وهننزل عليه بمعلقتين صغيرين من صوص الباربيكيو، وهنحط نص معلقه صغيره من البصل البودر، وبعدين هنضيف معلقتين صغيرين من المايونيز. هنا بقى الخطوه دي اختياري، بنجيب فلفل هالوبين ونقطعه حتت صغيره جدا وبننزله على الخليط ده بس، ونقلبه كويس جدا مع بعضه كده، ويبقى كده الصوص بتاعنا جاهز. هنا بقى بتجهز الفاهيتا اللي نحطها جنب الرز بتاعنا. انا نزلت طريقه الفاهيتا بالتفصيل على الشورتس عندي، ادخلوا شوفوها عشان تعرفوا الطريقه. وعايزه اقول لكم ان الفاهيتا دي جميله جدا، ممكن تتاكل في سندوتشات، مش شرط يبقى جنبها الرز اللي انا عاملاه النهارده. هنا الفاهيتا كانت خلصت واستوت خلاص، وهنبدا بقى نجهز الطبق بتاعنا. بجد يا جماعه لو ما جربتوش الطبق ده فايتكوا كتير جدا. هنا الرز كان استوى خلاص، بقى احطه كده، هو كان مفلفل وجميل جدا. نحط بقى الفاهيتا جنبه كده، معلقه بقى فاهيتا مع الرز مع الصوص، بجد حكايه. ايه رايكم في اللوحه الفنيه دي؟ والصوص بقى كده لما نحطه على الرز بجد يا جماعه كان خرافه. يا ريت بجد تجربوا الوصفه دي، بجد مش هتندموا ابدا عليها. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلوك كل جديد. استنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.